لو نفسك تبدأ في مجال البرمجة ومش عارف تبدأ منين فالفيديو ده ليك. هقول لك على خطوات بسيطة هتساعدك تدخل مجال وتبقى مبرمج محترف. يلا نبدأ. أول خطوة هي إنك تختار لغة البرمجة وما تضيعش وقتك في التفكير كتير في لغات البرمجة. اللغات اللي تقدر تبدأ بيها بسيطة وسهلة زي بايثون أو جافا سكريبت، ودول لغتين من أكتر اللغات اللي بتستخدم في مجالات كتيرة زي تطوير المواقع والتطبيقات. تاني خطوة ابدأ بكورسات اونلاين. في مواقع كتيرة زي يودامي، كورسيرا، وفري كود كام. هتلاقي كورسات للمبتدئين بتمشي معاك خطوة بخطوة، بس أهم حاجة ركز على إنك تفهم الأساسيات الأول زي المتغيرات والكونديشن واللوبس. والخطوة رقم 3 يا بطل التطبيق. البرمجة مش حاجة تتعلمها بس من الكتب أو الفيديوهات أو حتى المقالات، لازم تجرب بنفسك. خطوة رقم 4 انضم لمجتمعات البرمجة. الإنترنت مليان مجتمعات زي ستاك أوفر فلو أو جيت هاب أو حتى مجموعات على فيسبوك ولينكد إن، لانك لما تلاقي نفسك واقع في مشكله هتحتاج انك تسال وتستفيد من خبرات الناس اللي سبقوك. واخيرا اعمل مشاريع صغيره. المشاريع الصغيره مهما كانت بسيطه زي مثلا تطبيق على حاسبه او موقع شخصي